السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. اليوم غادي نهضروا على نهائي دوري أبطال أوروبا اللي كاين بين دورتموند والنادي الملكي ريال مدريد، وكذلك الكلام غادي يكون على تألق اللاعبين المغاربة، تقييم تحليل الأخبار وبزاف ديال التفاصيل. وكالعادة كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي إطالة ندخل مباشرة في العمر. والبداية بغيت نهضر أولا على الكعبي أيوب اللي خاصنا لابد نعطيو حقه كما يجب بعد هذا الموسم الخرافي اللي قدموا مع نادي أولمبياكوس. ونبداو من الإحصائيات ديالو إلى آخر الأخبار بخصوص انتقاله. المهم من بعد ذاك الهدف القاتل اللي كان جاب به اللقب، الكعبي رفع رصيده الى 11 هدف في دوري المؤتمر الاوروبي، وبذلك اصبح هداف هذه البطوله. كذلك هو هداف المنافسات القاريه الاوروبيه هذا الموسم ب 14 هدف دون احتساب الادوار التمهيديه. المهم نشرحوا هذه الفقره مزيان باش حتى اللي ما عندوش مع كره او جديد في اللعبه يكون معنا في الصوره. هنا القصد بالمنافسات القاريه الاوروبيه اي ان الكعبي مع اولمبياكوس شارك معهم اولا في اليوروبا ليغ، وفاش تقساو يداو على المجموعات اللي احتلوا فيها المركز الثالث مباشره شاركوا في المؤتمر الاوروبي. اذا راه ايوب لعب بطولتين مختلفتين في موسم واحد، لذلك قال لك هو هداف المنافسات القاريه الاوروبيه هذا الموسم ب 14 هدف. المهم هذا 14 البيت اللي كان ماركاهم بدون احتساب الادوار التمهيديه، والمقصود بالادوار التمهيديه هما هذوك الماتشات اللي كيأهلوك لدور المجموعات، وهاد المباريات كيلعبوهم دوك النوادي اللي كيكونوا كيحتلوا مراكز متوسطه في الدوريات ديالهم. ايضا الكعبي هو الهداف التاريخي للانديه اليونانيه في موسم واحد في المنافسات الاوروبيه القاريه، يعني ما كاين حتى شي لاعب في تاريخ اليونان ماركا 14 البيت في موسم واحد اوروبيا كنهضروا طبعا. كذلك هو الهداف التاريخي للادوار الاقصائيه للمنافسات الاوروبيه القاريه للانديه ب 11 هدف، بمعنى جميع المسابقات اليوروبا ليغ، تشامبيونز ليغ، المؤتمر الاوروبي، عمر شي لاعب ماركا 11 هدف في الادوار الاقصائيه اي بعد دور المجموعات. كذلك هو اول لاعب مغربي كيماركي لك في نهائي اوروبي، ورابع عربيا بعد كل من ماجر صلاح وبن رحمه. ايضا كاين واحد احصائيه كتبت بالملموس بان الكعبي ايوب كان مميز هذا الموسم بكل ما تحمله الكلمه من مقاييس، والاحصائيه كتقول بانه اكثر لاعب عربي في اوروبا احرازا للاهداف مع الانديه في جميع المنافسات لهذا الموسم ب 34 هدف اللي كان ماركاهم في 50 مباراه، تبعوا كل من محمد صلاح وامين العمور، والمغربي الاخر طارق تيسودالي اللي كان ماركا 21 هدف في 50 ماتش، ثم كذلك الهليكوبتر يوسف انصاري ب 20 هدف و21 لقاء. وبين قوسين راه كنهضروا اوروبيا فقط باش بلا ما يسال شي واحد فينا هو السوفيا رحمي من هذه الاحصائيات. بالمختصر المفيد ايوب الكعبي بعد هذا المستوى الاستثناء والارقام اللي تشهد على ذلك فحاليا وكما كان متوقع كاينين بزاف ديال النوادي تتربص وتتبربص به من اجل التعاقد معه، وحد الان كاين نادي قطري ونادي اخر من تركيا وجوج نوادي من السعوديه بداو فعليا في المحادثات مع وكيل ايوب الكعبي. وباش نكون دقيق هذه المحادثات بدات منذ اسابيع، بلاص نادي اولمبياكوس باغيين يمددوا معاه العقد، علما ان العقد ديالو غادي يسالي في هذا الصيف ان شاء الله. المهم القرار الاول والاخير كيبقى عند الكعبي فقط، واش غادي يستمر في اوروبا او باقي فيه الجوع ديال تحقيق الارقام والتتويج بالالقاب، او انه غادي يكتفي بهذا الشيء اللي حققه ويستغل الفرصه حد ما الاسهم ديالو طالعه بزاف باش يحكم شي راتب خيالي في الخليج، خصوصا انه غادي يكون لاعب حر، علما انه عنده 30 سنه حاليا. وبين قوسين توقعي الشخصي انا كاسلام كنقول بان الوجهه القادمه ديالو هي الخليج والله اعلم، وبنسبه كبيره طبعا غادي تكون في دوري روشن. ودوزو دابا عند ياسين بونو اللي دائما كنقول لكم بانه عقده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وها نحن ذاك لاقيت 1000 مره تبتها المغربي في الماتش ديال البارح في نهائي كاس الملك. بونو حرفيا البارح دار ليه الموضوع ما خلاش بهذا المعنى يقرقب معاه. عندك مثلا اللقطه الاولى بعد خطا فادح في التمرير او اخراج الكره من تحت الضغط، واللي في اخر المطاف كتوصل عند دون رونالدو اللي ينفرد لك فاس مع الحارس ياسين، اللي هذا الاخر كما كيبان سد وعمر عليه الزاويه مزيان. وهذه هي الميزه عند ياسين بونو بحيث انه ما كيمشيش مع الفانت وما كيطيحش لك ايضا على الارض قبل الوقت، ديما الخروج ديالو كيكون في الوقت المناسب مدروس ومركز مزيان. وبين قوسين مثل هاد الانفرادات راه ما كيضيعوش نهائيا رونالدو، ولكن هاد المره الشبكه فيها الدوله المغربيه ياسين بونو. اللقطه اخرى كذلك لكريستيانو رونالدو بعد ما صيفط لك كوليبالي بخاوي عمره بحالته يتسخر، كيفتح هنا راسو الزاويه وكيصيفطها بالبروساج، الا انه كيصادم كالعاده بباراد رائع جدا من ياسين، بالعاده مرتين كيعاود يجبد لك راسيه البرتغالي اوتافيو. ولا لاحظتوا ما شاء الله بونو في جزء من الثانيه بعد ما جبد لك الفراب ديال رونالدو كيوقف وكيتبوزا او كيدير الارتقاء ديالو عكس ما صار اللي كان عليه في الاول، يعني ليونا حاضر اللهم بارك وزيد في ذلك. وحنا نيت كنهضروا على ليونا ها هو رونالدو اللي عنده 39 سنه كيفاش ضرب لك هذه المقاسيه بطريقه رائعه جدا للامانه، ولكن ما كانش مزار فيها بحيث القائم كان في صف المغربي ياسين. ايضا بونو زاد عقد لك الصاروخ ما دار كريستيانو رونالدو بعد ما شهد الصاروخ اللي كان من ضربه خطا بباراد رائع جدا. ولا لاحظتوا جميع الفرص ديال النصر كانت جايه فقط من البرتغالي رونالدو، اما باقي تسديدات لاعب النصر فكانت غير مؤطره. اما بالنسبه للهدف اللي كانت تمارك على ياسين فهو للامانه خطا مشترك بينه وبين لاعب خط وسط اللي هو روبن نيفيز. مبدئيا هذا الاخر كما كيبان لم يرتقي بما فيه الكفايه باش يزاحم ويضايق ايمن احمد اللي كان مارك البيت، كما كيبان كانت كتنقصو الشراسه في التعامل مع هذا الالتحام. اما بونو فراه كان عنده الوقت الكافي فين يخرج وقطع الكره، خصوصا ان راه تلعبات من تماس اي باليد فقط، ماشي شي عرضيه الكره كتكون سريعه مباغته واللي ما تخليش الفرصه اللي حاز فين يخرج وقطعها. ولاحظوا معايا مزيان الكره شحال ديال الوقت بقات في السماء، يعني بونو كان عنده الوقت الكافي فين يخرج وقطعها عادي جدا. والدليل على الكلام ديالي وهو مور الهدف ب7 دقائق فقط، النصر جاتو نفس رميه التماس ومن نفس الوضعيه وتلعبات بنفس الطريقه، وهذه المره بونو كما كيبان خرج وقطعها من امام كريستيانو رونالدو في نفس المكان اللي جا منه الهدف ديال التعادل. وانا حطيت لكم صورتين حدا باش تكون الفكره
راه واصلكم مزيان. المهم وقولا واحدا ياسين دار ماتش كبير اللي عقد به رونالدو، بل حتى الفرص ديال اورجو كان كيقطعهم ليه بحال هذه اللي كتشاهدوا حاليا. اما بيت القصيد من هادشي كامل اللي ذكرنا وهو التالق ديالو في الضربات الترجيحيه اللي قدر من خلالها يطاكي جوج بيلانتيات واللي اوتوماتيكيا عطى بهم الكاس الغالي لنادي الهلال. التقييم ديالو هو 8.5 وكان تحصل طبعا على جائزه رجل المباراه. ومن نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين الى نهائي كاس اذنين دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، واللي كما كان متوقع المدرب انشيلوتي خلى لنا دياز براهيم في الاحتياط وحافظ على نفس التشكيله المعتاده باعتماده في الخط الامامي على رودريغو فينيسيوس، ووراءهم اكيد لاعب بيلينغهام كما كيبان لكم بالواضح. وهذا الثلاثي كما عارفين هو المحبذ او خلينا نقولوا الاساسيين في منظومه لعب المدرب انشيلوتي. المهم وللامانه في الشوط الاول دورتموند كان الطرف الافضل ولكن ضيعوا كم هائل جدا من الفرص، والاخطر منها معظمها جات من الالماني كريم اديمي اللي القاسم المشترك فيها هي الاعتماد على السرعه بدرجه اولى، بحيث ديما كان كيطلب لك الكره خلف دار المدافعين، ولكن هنا بالخبره البلجيكي كورتوا عمر عليه. كذلك هنا نفس البلان كريم كيغفل لك دفاع الريال وبالسرعه كذلك كيلعب لك على مساحه اثناء الكونتر. ولاحظوا معي مزيان فرق السرعات بين اديمي وكارباخال واضح جدا، وكالعاده الالماني المشكل كلاكيت 1000 مره وهو ما كيفينش مزيان. المهم دورتموند في الميطه الاولى كانوا كيديروا كل شيء الا احراز الاهداف، وكما عارفين في عالم كره القدم كاين واحد المعادله كتقول بانك لا ضيعتي غادي تستقبل، وهذا الشيء فعلا اللي كان في الشوط الثاني كما شاهدنا كاملين. وبغض النظر على هذه المعادله والى اخره فهذا اسمه الريال اللي كيعرف يرجع في الماتشات، هذا الريال اللي قولا واحدا حاكم لك دوري الابطال. المهم هذا الهدف كان من الاسباني داني كارباخال اللي كان كلاسيكي من ضربه ركنيه وبراسه كيجيب لك البيت الاول، ثم من بعد البرازيلي فينيسيوس كيأكد لك اللقب بالهدف الثاني بعد خطا فادح جدا من دفاع دورتموند اللي ذهنيا واضح جدا انهم تاثروا بزاف بالهدف الاول، وهذا كان هو الفرق بين الفريقين. اما بالنسبه للدولي المغربي ابراهيم عبد القادر دياز فللاسف لم يشارك ولو لدقيقه واحده، ولكن في الاول والاخير يحسب له اللقب. كنا كنتمناو طبعا يلعب ولكن قدر الله ما شاء فعل. عموما مبروك لابراهيم دياز التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا، والحمد لله مع نهايه هذا الموسم كان زاهيه اللهم بارك مع المغاربه. ام رابط كاس انجلترا رحمي دوري الابطال امين عدل كاس المانيا، اشرف حكيمي كاس فرنسا، الكعبي ايوب مؤتمر اوروبي، وحتى رضا سليم مع الاهلي المصري توج بلقب دوري ابطال افريقيا. وها نحن دا مع كاس الاذنين مع دياز ابراهيم عبد القادر، يعني في جميع البطولات القاريه وفي مختلف الكؤوس توجوا بها المغاربه اللهم بارك. بل اكثر من هذا حتى وسام الادريسي غدا عنده فينال مع نادي باتشوكا كونتر نادي كولومبوس كرو في كاس ابطال كونكاكاف، وهذا الماتش غادي يكون مع 2:15 ديال الصباح ان شاء الله. يعني لو كان كاس المريخ او زحل كنا غادي نلقاو فيه شي مغربي اخر هذا الموسم. اكيد نقولوا ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.